مشاهدينا الكرام، نستضيف في هذا المساء على خشبة مسرح محمد سعيد عفيفي الممثل المتألق عادل أبا تراب من خلال برنامج أبي الفنون وعبر موقع ومضة نيوز. سي عادل، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه التجربة اللي دخلتها جديدة هذا المساء؟ بالعكس انا غير جد سعيد اننا جينا تشاركناها مع الجمهور ديال المدينه الجديده. اولا ما هي كتجربه خاصه، نوع ديال المسرح خاص، مسرح واقعي جدا بواحد الطريقه. تلتونا الفكره ديال فاطمه الزهراء الهويتة المخرجه والكاتبه في نفس الوقت، فاشتغلنا عليها تقريبا سنه ونصف باش ننطينا العرض. دابا عاد جات الامور، جات جمله اللي بدا العرض كيتحرك فيها، لان بدينا من مدينه مكناس وحنا جايين من كنيطره من سليمان جديده ونازل نشوفوا سكوره ونازل ان شاء الله نجيو عروض اخرى ان شاء الله باذن الله. فهي تجربه خاصه. هي بالنسبه للممثل كتجربه دائما كتكون ممتازه لانه كيبدا يجرب فيها الميكانيزم ديالو، يعني كتحتاج لواحد المجهود يعني خارجي، لازم كتقدر معك واحد المجهود داخلي اكثر، لان الكلام معبور، الحوارات معبورين، الحركه معبوره. حتى كيفاش تقسمات المسائل يعني كما شفتوا واحد 25 دقيقه الاول فركت الحركه وكيفاش كانت الكتابات، فكان هو عميق لان كان النص كفكره عميق كيعالج بزاف القضايا بزاف الاشياء. فهذاك الشيء اللي كنظن علاش لقى واحد التجاوب مع الجمهور كما قلتي، التطلعات كيجيو الناس لانه ولفوا على واحد الشكل في المسرح، فملي كيجي يشوف هذا الشكل كيتبهض كيسكت كيغرن كيدخلها لداخل كيبقى يفكر فيها. وهذا حتى هو من لي زوبجيكتيف يعني من اهداف المسرح، ان الجمهور يدي مع شي فكره يبقى يناقشها في راسو. واش هذه التجربه هذه السي عادل يعني استحق هذه التجربه محبوبه؟ بطبيعه الحال مع جميع التجارب الخدمه محبوبه، من كل حاجه عندها الضوء، عندها اللوغو ديالها، عندها الشكل ديال الخدمه ديالها. هذا ما لاحظنا حتى الجمهور ان كانت واحد استماع وواحد الانتباه جميل كبير جدا، تركيز كبير باش يسمع الكلام، باش يفهم الموضوع، باش يفهم الفكره ديال يعني التشتت او السوليتود الوحدانيه، كيفاش الانسان يقدر يعيش بوحده والعائله ديالو كاينه ولا ما كاينش قدام هذه، كيفاش هو كيعاني، كيفاش ان الجانب النفسي ورا بعض المرات كيأثر على الجانب العضوي. النفس مهمه، خصنا نحطوا لها البال، خصنا نراعيوها اكثر من الجانب البدني، لانك تقدر تاثر عليه، والنفسيه تقدر تجيب امراض كبيره في الجسد. ما هو الجديد عن السي عادل أبا تراب مستقبلا؟ كاين دابا حنا في موسم الافتتاح المسرحي، دونك كاين عرض جديد الاخراج ديالي ولعب فيه مع فرقه الفدان في تطوان ان شاء الله. غادي يكون 11 سبتمبر اول عرض ان شاء الله اللي غنقدموه في اطار التوطين تاع وزاره الثقافه في مدينه قنيطره. ان شاء الله كاينه تجربه جديده كذلك في مدينه مراكش، فرقه في مراكش واحد الشكل فولكلوري قديم في المغرب مي نحاولوا نخدموه في المسرح. كاين بعض الاعمال ان شاء الله اللي غتكون تلفزيونيه ورمضان ان شاء الله، كما كاين فيلم سينمائي غادي يخرج في شهر نوفمبر، كاين ضوء افلام سينما اللي واجدين غيخرجوا، كاين بعض المشاريع اللي كنوجدوها ان شاء الله المستقبل. الحمد لله نحن فخورون بالسي عادل، وانا فخور جدا ان انا التواجد ديالك اصل من هنا من جديده، من زاويه سيدي اسماعيل ومن جديده كدار نفسي الداروي، بكره الاصول ديالي من المدينه، وانا ديما جد فخور وجد فرحان بهذا المسرح. وحتى حنا فخورون جدا باللقاء معك واستمتاع بالمسرحيات. شكرا لك، شكرا لكم، فرصه قادمه ان شاء الله. شكرا.